السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده ان شاء الله معاكم في يوم جديد وروتين جديد. وطبعا قبل اي حاجه بحب ارحب بكل متابعيني من داخل مصر وخارج مصر، كلكم على راسي من فوق. واهلا وسهلا بكل اخواتي اللي دخلوا معايا جديد في القناه، بجد منورين حياتي. شكرا جدا ليكم كلكم. وطبعا ربنا يديمكم نعمه في حياتي وما تحرمش منكم ابدا. ويلا بينا بقى نبدا فيديو النهارده. انزلي بقى حطي لايك الفيديو، اشتركي معايا لو لسه مش مشتركه، اعمل كلمه اشتراك تحت الفيديو. اهم حاجه ما تنسيش تفعلي جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلك مني كل جديد انا بنزله من روتينات يوميه، روتينات تشجيعيه او تجديد وتغيير. وتعالوا بقى بينا على طول تقضوا كده معايا اليوم، تعيشوا معايا اليوم كده على الطبيعه. عايزه اقول لكم النهارده روتين الراحه النفسيه من اول يوم كده. وطبعا الطبيعه يا جماعه مش احسن منها. حبيت كده اشارك معاكم يوم كده النهارده على الطبيعه. ويا رب ان شاء الله الفيديو النهارده يعجبكم وتطلعوا كده مستفيدين منه اي حاجه، ان شاء الله يكون شويه طاقه ايجابيه. وزي ما انتم شايفين حبيت اصبح عليكم بالمنظر الجميل، منظر بقى الخضره والطبيعه. وكمان النهارده قلت كده افطر في البلكونه كده في الجو الجميل ده. عملت لي كده كوبايه شاي على لبن، وكمان كان عندي بقى كحك. حطيت كده يعني ايه كحكايتين وقعدت كده فطرت يا بنات. وبعدين دخلت بقى هنا على المطبخ كده على طول. وهقضي بقى معاكم روتين النهارده ان شاء الله كده في المطبخ. اول حاجه كده دخلت بقى اللي هو ايه، المطبخ عندي نضيف وزي الفل الحمد لله، مبيته نضيف يعني. فقلت بقى افكر في الغدا. فكان عندي كده إيه طبقين كفته كنت مفرزاهم، بس كفته فراخ المره دي مش كفته رز، لان دايما بحب اللي هو ايه افرز كفته الرز وكمان كفته بتاعه الفراخ في الجو بقى الحر بتاع الصيف ده. فصراحه هي بالنسبه لي بتبقى منقذه وحاجه كده يعني ايه، مش متعبة يعني في الصيف في وقفة المطبخ يعني وكده تمام. فطلعت بقى الكفتة كده عشان تفك شوية على ما نعمل كده حبة الحاجات اللي هنعملهم مع بعض دلوقتي في المطبخ. ونرجع على طول نعمل مع بعض كده ايه غدا سريع وسهل كده وبسيط، ويا رب تطلعوا مستفيدين منه بإذن الله. تمام. المهم بقى حبيت اوريكم بقى ايه التوابل اللي انا بعتمد عليها، او التوابل الاساسيه اللي انا شغاله عليها على طول، اللي بحبها دايما تكون في مطبخي. خلاص. في طبعا توابل اساسيه وتوابل كده بتكون ايه جانبيه، ولكن الحاجات دي بجد، التوابل دي بجد انا بستغناش عنها. اللي هو البهارات المشكله بجيبها على بعضها. كل التوابل عامه اللي هي الاساسيه اللي انا هقولها لكم دلوقتي بحب اجيبها كده حب واطحنها انا في البيت يعني. اللي هي بقى ايه توابل، بجيب كده بهارات مشكله على بعضها يعني وانا اطحنها في البيت. وكمان جبت فلفل اسود جبت ب20 جنيه، وكمان ب20 جنيه كمون حصى او حب يا بنات. وكمان جبت جوزة الطيب. وغير بقى ان انا الحمد لله عندي ورق لورا وعندي بقى الحبهان والحاجات دي كلها. وكمان عندي بقى ايه التوابل اللي انا بجيبها طبعا من العطار بتكون جاهزه، اللي هي مثلا بهارات الفراخ، بهارات اللحمه، القرفه، الجنزبيل، البابريكا، الحاجات دي مثلا اللي هو ايه بتكون جايه جاهزه من عند العطار. ولكن التوابل اللي انا وريتها لكم دلوقتي دي اللي ما بستغناش عنها ابدا، اللي هي اساسيه او بالبلدي كده. اللي بحب البهارات البلدي دي جدا، هي اللي بتخلي صراحه الاكل ليه شمخه كده. خلاص. فورت لكم البهارات يا بنات او التوابل اللي انا ما بقدرش استغنى عنها ابدا. حطيتها بقى كده في الترج لان صراحه انا لسه طحنه يعني. فاللي هو ايه ساعه ما بطحن على طول وتخلص يعني ان انا طحنتها النهارده، فببعت اجيب عشان تكون موجوده عندي اللي انا باستخدمها تخلص، فببدأ ان انا اطحن غيرها يعني وكده. خلاص. فهنا بقى كان عندي شويه مواعين كمان، حطيت يعني كانوا بينشفوا كده على الحوض من بالليل. فشلتهم بقى حطيتهم في مكانهم عشان بقى ايه نبدأ كده يومنا بقى على نظافه يا بنات، ونقول بسم الله ونستعين كده بالله وندخل بقى على طول على النشاط والتحفيز. وطبعا لو عندك بقى اي حاجه كده في المطبخ ست الكل عايزه تنجزيها كده، فهتقومي على طول كده تنشطي باذن الله وكده تاخدي ايه جرعه نشاط ان شاء الله. تمام. اول حاجه حطيت بقى كل حاجه كده في مكانها يا بنات. وكمان اشتلت بقى ايه مكان الرف كده ومسحته كويس. ومسكت برضو الرخامه كلها صراحه لمعتها وخليتها زي الفل، لان عندي البوتاجاز وعندي الحوض برضو نضيف كده وزي الفل. جيت بقى هنا على طول لقيت الشفاط صراحه يعني ايه محتاج ان هو يتغسل، فاشتلته غسلته. وكمان هنا الشباك ايدي دايما فيه على طول عشان خاطر ايه ما يتكومش بقى عليه دهون ولا الكلام ده كله. لان انا صراحه من تنظيفات العيد ما مدتش ايدي في المطبخ خالص يا بنات، فعايزه احافظ بقى على التنظيفه دي. وعايزه اقول لكم كمان اللي هو ايه انا دايما ايدي في الحاجه عشان خاطر لما اجي اعمل تنظيفه عميقه ايا كان على دخول المدارس على العيد مثلا على رمضان، فتكون عندي التفاصيل بسيطه ما هدش نفسي يعني. واهم حاجه عندي في المطبخ صراحه اللي هو الشباك بتاع المطبخ وكمان الشفاط والبوتاجاز. دي طبعا التفاصيل اللي ممكن تتعبك بعد كده لو سبتيها تتراكم عندك عليها بقى ايه دهون بقى واوساخ واتربه. خاصه بقى الشباك والسلك بتاع الشباك ده يا بنات، لو مثلا انت طبعا يعني اللي هو ايه بيجي بقى طشطشه مثلا البخار بتاع الاكل طبعا بيبقى فيه دهون وكده.
فبيتقاوم هنا على السلك بتاع الشباك، وكمان مع الأتربة بقى اللي بتدخل من برّه، فبيكون السلك حالته صعبة أو الشباك عامةً يعني، عشان كده إيدي فيها على طول. فزي ما أنتم شايفين جِبت بس اللي هو إيه الغيار بتاع الموب ده يا بنات جميل جدًا، تحفة أوي في التلميع، حلو أوي. المهم جِبت بقى شوية مَيّة وحطيت فيهم كده غطا واحد بس من الكلوركس، وجِبت شوية مَيّة بس يعني إيه هُم دافيين أو فطرين يعني كده، تمام، مش سخن أوي يعني. خلاص وجِبت بقى الغيار ده ومسكت بقى الشباك كلّه كده خلّيته زي الفل، بالسلك بقى، بالإزاز، بالشيش من برّه، وهاخلّي الدنيا كده عندي فُلّة شمعة منوّرة. وكمان مش عايزة يعني اللي هو إيه، يعني عايزة أقول لكم كمان إن شاء الله بإذن الله بافكّر أعمل تجديد وتغيير في المطبخ كده يا بنات، لإن أنتم هتعرفوا كل حاجة في ميعادها، يعني هامشي معاكم كل حاجة واحدة، واحدة. وغير إن أنا باحب تكون إيدي في المطبخ على طول، دي أهم حاجة يعني أو وجه الاستفادة يعني من فيديو النهارده. غير إن مثلًا لو أنا حابة أعمل تغيير أو بافكر إن أنا أعمل تغيير في المطبخ، فعايزة أعمل التغيير ده يكون على نضافة، مثلًا اللي هو إيه، مش عايزة اللي هو أعمل تجديد وتغيير في المطبخ يكون كل حاجة عندي متبهدلة. فقُلت إن شاء الله بإذن الله كل يوم كده هامسك حاجة كده في المطبخ جنب شغل بيتي طبعًا، والدروس بقى بتاعة الولاد، وأنتم عارفين بقى الوقفة في الحر وفي الصيف كده بتبقى فرهدة صراحةً. فإن شاء الله هاعمل كده كل يوم حاجة جنب شغل البيت يعني. فقُلت النهارده أمسك كده الشباك أخلّيه كده زي الفل، وكمان نزّلت بقى الشفاط يا بنات، وهنمسكه كده ننسف كل الدهون والحاجات اللي عليه. ودايمًا يعني لو كل شهر هتنزّلي العلبة بتاعة الشفاط بتاعتِك كده وتغسليها، فهيكون ده مريحِك جدًا بدل ما تسيبيه كده فترة طويلة وبعد كده يبهدلِك صراحةً في التنضيف وكده. خلاص بالنسبة بقى للماتور بتاع الشفاط نفسه من برّه يا بنات بالريش بتاعته، فباغسله على كل دخلة رمضان يعني. تمام. هنا طبعًا مسكت بقى الشباك وخلّيته كده زي الفل، وجيت بقى هنا جِبت بقى إيه الشفاط زي ما أنتم شايفين عليه كده نسبة دهون، لإن أنا زي ما قُلت لكم من تنضيفة العيد يعني ما عملتش أي حاجة في المطبخ خالص. فقُلت لأ خلاص بقى ما بديهاش، أقوم كده أتنشّط كده وأعمل أي حاجة عشان خاطر مش عايزة كل حاجة تتراكم عليَّ مرّة واحدة. خلاص. المهم جِبت بقى هنا اللايت طبعًا اللي أنا ما باستغناش عنه، ده طبعًا مُزيل الدهون اللي أنا باستخدمه للشفاط دايمًا. استخدمت حاجات كتير يا بنات وما عجبنيش صراحة زي اللايت. هو بس عيبه حاجة واحدة إن هو ريحته قوية جدًا، جدًا. ودايمًا كل ما باجي أغسل الشفاط باحذّر من الموضوع ده، لو حد عايز يجيب اللايت البسي كمامة. ولو أنتِ عندِك مثلًا لا قدّر الله بعد الشر يعني حساسية يعني على صدرِك، فبلاش تستخدمي اللايت لإن هو بجد ريحته نفاذة جدًا، أو تلبسي بقى كمامة وتحافظي يعني. خلاص. هنا بقى إيه جبت بقى حتة سلكة كده ألمونيا، وعندي بقى الإيه السائل بتاع المواعين بعد ما مسكت بقى الشفاط كله كده إيه رشيت عليه اللايت وباستخدمه على طول، ما باسيبوش بقى ل10 دقايق ولا حتى دقيقة واحدة، أنا بارُش عليه من هنا وباجيب بقى السلكة الألمونيا وبشوية صابون سائل كده يا بنات، وابدأ إن أنا أدعك الشفاط واخليه كده زي الفل. ولكن عايزة أقول لكم هو مش باعمل بقى رغاوة ولا فوم، لإن طبعًا السلكة والصابون يعني إيه بيتفاعل كده مع اللايت أو مع المُزيل بتاع الدهون، فما بيعملش فوم يعني. المهم إن هو منضّف يعني ما بيعملش رغاوة ولا أي حاجة. خلاص. محتاجة بقى إن أنتِ بتشتغلي بسيترس براحتك، بتشتغلي بباور أو بيور براحتك، أي حاجة يعني، لإن في حاجات كتيرة جدًا، جدًا مُزيلة للدهون. ولكن أنا باقول لكم اللي أنا باستخدمه وما باقدرش أستغنى عنه، هو صراحةً النوع ده حلو جدًا، جدًا يا بنات. بس هو عيبه زي ما قُلت لكم بس اللي هو إيه ريحته نفاذة أو ريحته قوية شوية. هنا بقى زي ما انتم شايفين خليط الشفاط في اقل من 5 دقايق نضيف وزي الفل، ورجع كده ايه عندي يلمع لمع كده. بس يا بنات انا اهم حاجه عندي في تنظيف المطبخ صراحه التفاصيل، اهم حاجه التفاصيل اللي هي مثلا الشفاط، البوتاجاز، وكمان الشباك، والحاجات دي كلها يا بنات هي اللي بتديلك نظافه للمطبخ. غير كده ان انت هتنضفي كل يوم تنظيفات يوميه، واللي هو ايه تشطبي يعني المواعين، تشطبي البوتاجاز من فوق وكده، وتسيب بقى كل حاجه متراكمه عليكي، فصدقيني مش هتحسي بنظافه في بيتك ابدا. خلاص. المهم هنا كمان رشيت كده في الحلة بتاعة الحوض شوية مزيل كده يا بنات، بيخلي بقى ايه السلستين يلمع لمع كده، لمع يعني لو عندك كده اي حاجة اللي هو مثلا مدهننة على السلستين او التيفال كمان حلوة قوي. لكن الالمونيا اوعي تحطيه على الالمونيا، بينقر كده وبيعمل حاجات مش مرغوبة يعني او حاجات مش لطيفة، فبلاش تستخدميه على الالمونيا ابدا، استخدميه في اي حاجة الا الالمونيا. تمام. هنا كمان وكمان بينفع على السطح بتاع البوتاجاز اللي هو الستيل بتاع البوتاجاز، حلو قوي. كمان بستخدمه للفرن بتاع البوتاجاز، تحفه جدا جدا يا بنات. صراحه ما بقدرش يعني من الحاجات اللي ما بقدرش استغنى عنها، او من المنظفات اللي ما بقدرش استغنى عنها في بيتي ابدا يعني، بستخدمه على طول من فتره.
فهو الحمد لله لحد دلوقتي الحمد لله هو كويس جدًا. فربنا يستر، يعني كل مرّة باجيب فيها أي إزازة من المُزيل ده، فباخاف يكون اللي هو إيه اتغش وكده، ولكن الحمد لله أنا باستخدمه من حوالي بقى لي 7 أو 8 سنين، فما شاء الله الاستخدام زي ما هو، أو نسبة النضافة بتاعته ما شاء الله عليه زي ما هو. تمام، هنا بقى غسلت بقى الشفاط وكمان غسلت الحوض يا بنات، جِبت بقى الموب وجِبت بقى الغيار التاني بتاع الموب. فإيه، جِبت برضه اللي هو إيه، شوية مَيّة وكمان غطا بسيط نُص غطا كمان من الكلوركس، لإن مش عايزة أرغوة ولا حاجة، أنا عايزة بس تاخد لمعة، وكمان جِبت شوية إيه، مُعطِّر اللي هو الدوني، كمان بيدّي لمعة جميلة جدًا وريحة حلوة أوي. في المطبخ تحسّي كده بريحة نضافة وانتعاش، ومسكت بقى إيه، الحوائط كلّها ألمّعها واخلّيها زي الفل. بصراحة الحوائط كل 10 أيام باجيب الموب وأمشّي إيدي عليها كده، عشان مش عايزة بقى إيه، اللي هي تدهن منّي ولا يكون شكلها مش كويس يعني. وكمان الموب ده سهل وبسيط جدًا، يعني في دقيقتين 3، 4 دقايق كده هتخلّي يعني المطبخ بتاعِك هيكون عندِك بيلمع وزي الفل، فهو مش مستاهل صراحةً إن إحنا نسيبه يتكوم علينا ويدهن بقى ويكون المنظر مش كويس يعني. فهنا بقى في اليوم يعني زي ما أنتم شايفين عملت معاكم الشباك والشفاط، وكمان مسحت بقى إيه الحوائط بتاعة المطبخ كلها يا بنات، وكان عندي البوتاجاز الحمد لله نضيفه زي الفل. وكده الدنيا بقت عندي ما شاء الله عليها فُلّة كده شمعة منوّرة. ما شاء الله تبارك الله، والدنيا عندي زي الفل. قُلت بقى كده إيه، يكون أنجزت حاجة النهارده، وكمان نفسيتي ارتاحت جدًا، جدًا يا بنات لمّا غسلت الشفاط والشباك. حسيت صراحة براحة نفسية كده، الدنيا نضيفة وشامة ريحة نضافة. طبعًا دي أهم حاجة عندي، النضافة والترتيب والنظام في كل حاجة يا بنات، ودايمًا باقول لكم الكلمتين دول، خلّي عندِك الترتيب والنظام ده في حياتِك، مش في النضافة بس، مش في بيتِك بس، في كل حاجة في حياتِك صدقيني هترتاحي. هنا خلاص بقى يا بنات عملت بقى الإيه المطبخ كده معاكم، تعالوا بقى نعمل كده غدا سهل وسريع جدًا، جدًا، ومنقذ جدًا من وقفة المطبخ بقى والحر بتاع الصيف. جبت بقى حلة حطيتها على النار، حطيت شوية إيه، شوية زيت، وفتحت كده كيس مكرونة سباجيتي، قسمته كده بالنُص وحطيت بقى كده إيه، شوية بالعرض وشوية بالطول عشان خاطر اللي هو إيه، ما تلزقش في بعضها يعني. وكنت فارمة شفشق كده عصير من الطماطم ومزوّدة فيه المَيّة شوية، وكمان فارمة فيه 6، 7 فصوص كده من التوم، وفارماهم كويس جدًا وأنا بافرم الطماطم يعني يا بنات. وحطيت كده على طول المكرونة وعليها العصير بتاع الطماطم، اللي إحنا فارمين طبعًا فيه التوم، وفتحت كده مكعب من المرقة بتخلّي المكرونة طعمها حلو أوي. وكمان حطيت بقى ضبّطت الملح، حطيت شوية بابريكا عشان نعزّز اللون شوية، ولو عندِك بقى صلصة أو معجون طماطم حطي معلقة. وكمان حطيت كزبرة وكمون وفلفل اسود، وكمان بهارات مشكلة، وزي ما قلت لكم طبعا انا طحنه والبهارات عندي والدنيا تمام. ولكن بحب اعمل احتياطاتي يعني، لان ايه، ما بحب صراحة اكون بطبخ وما يبقاش عندي موجود حاجة. فصراحة باتضايق أوي من النقطة دي، فلمّا تكون حاجتي عندي بابدأ على طول بقى أطلّع الإيه، المفرمة والمطحنة وأطحن إيه، البهارات وتكون جاهزة عندي. خلاص، هنا بقى يا بنات حطيت من كل حاجة من البهارات اللي أنا قُلت لكم عليها كل حاجة كده إيه، نُص معلقة، إلا إيه الفلفل الأسود حطيت ربع معلقة صغيرة عشان خاطر إيه، ما يسمّرش معايا المكرونة أوي، يدّيني بس طعم كده من غير ما يسمّر معايا المكرونة. خلاص، وكمان حطيت سِنّة بسيطة من الشطة، وطبعًا الشطة يعني عايزة تحطيها براحتك، مش عايزة تحطيها برضه براحتك. المهم هنا يا بنات غطيت بقى عليها، وأول طبعًا ما بتغلي باهدّي عليها بقى خالص وتستوي براحتها. خلاص، عايزة أقول لكم أحلى وأطعم مكرونة بادوقها بالطريقة دي، ما باحبش المكرونة المسلوقة قد كده. هنا بقى جبت بقى طاسة جبت بقى إيه الكفتة بتاعة الفراخ، طبعًا كانت فكِّت يا بنات والدنيا معايا كده زي الفل. حطيت بقى الطاسة، الزيت كده إيه سِخن كده نُص تسخينة، وبابدأ إن أنا أنزّل صوابع الكفتة كده وبتتحمّر معايا بكل بساطة. بُص، هو ربع ساعة بيكون الغدا ده جاهز معايا، عشان كده باحب أفرّز الكفتة بتاعة الفراخ أو كفتة الرز، بتبقى حلوة أوي. في ناس تقول لِك الكفتة بتاع الفراخ ما ينفعش إن هي تتفرّز يعني، ولكن والله العظيم أنا بافرّزها بالشهور وده قدّامكم. يعني بُصّوا على عينك يا تاجر كده، والقطة ما بتكدبش، زي ما أنتم شايفين لا الصباع بقى فكّت منّي ولا أي حاجة، هو زي ما يكون لسه مصبّعاه دلوقتي. إن شاء الله بإذن الله مرة تانية هابقى أعمل معاكم كفتة الفراخ ونفرّزها كده مع بعض. ولكن صراحةً كنت عاملاها كده مع نفسي، لإن الجو اليومين دول حَر جدًا وفرهدة، واللي هو إيه، بابقى عايزة أكون قاعدة براحتي يعني. خلاص، فهابقى أعملها معاكم بإذن الله، بإذن الله لو أنتم حابين يعني أعملها معاكم ونفرّزها برضه مع بعض، لإن ده كان آخر طبقين عندي صراحةً. كنت عاملة كمية كده ما شاء الله، عملت منها مرتين ودي طبعًا تالت مرة.
خلاص. فأنا دلوقتي صراحةً مشطّبة كفتة، ما فيش عندي لا كفتة فراخ ولا كفتة رز، فطبعًا بإذن الله هاعملها عشان تكون موجودة عندي في الفريزر، فزي ما قُلت لكم ما باستغناش عنها أبدًا. خلاص. أكتر حاجة، أكتر أكلة باحبها أو رقم 1 في حياتي في الأكلات يعني، هي الكفتة بكل أنواعها الصراحة، باحبها جدًا، جدًا. كفتة رز، كفتة جمبري، الكفتة بتاعة الفراخ، كفتة الحاتي، الحاجات دي كلها أنا صراحةً أول حاجة باحبها في الأكل يعني هي الكفتة، أي كفتة بأنواعها يعني. خلاص. أنا طبعًا نزلت بقى بكمية الكفتة اللي كانت بتتحمر يا بنات، وأول كده يعني بُص خلّي النار عليها وسط عشان ما تتحمرش منك من برّه وتكون لسه نيّة من جوّه. خلاص. باخلّي كده إيه على الشعلة صغيرة وتكون وسط كمان عشان خاطر تاخد كده تسوية مضبوطة من جوّه، وكمان تدّي لِك تحميرة حلوة. هي معلش اتلهفت مني شوية ولكن مش مشكلة يعني. خلاص. هنا بقى جبت بقى إيه السرفيس ده يا بنات، وكان عندي بُصّي عود خضرة بسيط جدًا، جدًا، فقطّعته كده تحتها عشان يدّيني برضه كده إيه طعم حلو. ولكن لو عندِك بقى خضرة وخاصةً بقى الإيه الكزبرة أو البقدونس، تحطّي كده تحت الكفتة أيًا كان أي كفتة موجودة عندِك، أي كفتة متحمّرة يعني، فبيدّي لِك طعم حلو أوي، أوي للكفتة يعني لأي نوع كفتة. خلاص. هنا بقى خلاص خلّصت الكمية دي، هاحط بقى الكمية التانية. ويا سلام بقى لو عندِك حتة فحمة بعد ما تحمّري بقى الكفتة وتولّعي كده حتة الفحمة وتحطيها عليها وتحطي كده إيه وتطفّيها كده بشوية زيت وتغطّي عليها، وكُلي بقى أحلى كفتة ولا كإنِّك يعني شاوياها كده على الفحم. بس كده خلّصت الكمية التانية يا بنات، وشايفين بقى ما شاء الله الأكل كده والله العظيم ريحته لوحدها كانت تفتح النِفس، وشكله كمان ما شاء الله تبارك الله بألف هنا للي أكل منه أي حاجة. طبعًا هو بيبقى غدا كده بالنسبة إن هو يكون بسيط، بس في نفس الوقت والله العظيم حاجة كده فخمة، حاجة كده فخمة تحسّي إن أنتِ بجد وقفتِ وطبختِ وعملتِ حاجة كده جميلة جدًا. هنا طبعًا يعني إيه، باحب دايمًا إيدي على البوتاجاز يا بنات أي طشّاشة تيجي عليه باحب كده أول بأول اللي هو إيه، أتخلّص منها. أنا طبعًا بعد ما خلّصت بقى غدا خلاص يا بنات، على ما حمّرت الكفتة على فكرة كانت المكرونة عندي استوت بقت زي الفل، أقل من ربع ساعة كان الأكل جاهز عندي صراحة. هنا إيه جبت بقى الملمع بتاع الإزاز وجبت الفوطة اللي في إيدي دي، وبدأت إن أنا ألمّع الجزء بتاع البوتاجاز من هنا، وحطيت بقى إيه عليه بقى الطاسة لحد ما تبرد شوية هابدأ إن أنا أغسلها يعني. وجبت كمان الحلة بتاعة المكرونة هنا يا بنات، وهابدأ إن أنا إيه أغسل بقى ألمّع البوتاجاز كويس من بعد الأكل يعني بعد الغدا. ودايمًا باقول لكم اللي هو إيه بادّي له كده غسلة حلوة الصبح، وبابدأ إن أنا بقية اليوم ألمّعه، لكن صراحةً قبل ما أنام مسكته غسلته كويس جدًا. هنا بقى خلاص لمعت البوتاجاز يا بنات وبدأت ان انا اغرف في الاكل. شايفين ما شاء الله تبارك الله المكرونة يعني شكلها كده تفتح النفس وكان طعمها تجنن بجد. هو غدا طبعا سهل وبسيط كده يا بنات، وطبعا ده كان يومي، وطبعا ده كان شكل الكفتة. كان عندي بقى ايه هنا المخلل اللي كنا عاملينه مع بعض، مخلل الليمون طلع عظمة كده يا بنات، طعمه حلو جدا. انا من عشاق صراحة الليمون، التخليل بتاع المخلل الليمون وكمان الزيتون. غير كده اي حاجة تانية بالنسبة لي عادي، بس صراحة اول حاجة بالنسبة لي او رقم واحد اللي هو الزيتون يا بنات. هنا كمان كان عندي يعني شوية شوربة كده فسخنتهم، قلت ان ايه نبلع بيهم المكرونة بقى والكفتة. وبكده يكون روتين النهارده يا بنات خلص. استنوا ان شاء الله باذن الله في روتين جديد. اشوفكم على خير، مع الف سلامة.